الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يوم عاشوراء هو يوم نجى الله تعالى فيه موسى ومن معه، وأهلك فيه فرعون ومن معه. أذن الله لموسى أن يسلك طريقا في البحر يبسا، ثم لما رأى فرعون ذلك تبع موسى، فلما تكامل خروج قوم موسى وتكامل دخول قوم فرعون في البحر، أذن الله للبحر أن يعود على هيئته، فبلع فرعون وجنوده، أغرقهم الله. قال أغرق وأنتم تنظرون، يعني بني إسرائيل يشوفون غرق فرعون ومن معه. ثم نجاه الله ببدنه ليكون لمن خلفه آية. بعض الناس كان يظن فرعون إله ورب ولا يهلك، فنجاه الله على جانب البحر ميتا لا يملك لنفسه شيئا ليكون لمن بعده آية. هذا اليوم العظيم صامه موسى شكرا لله تعالى. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومونه، فسألهم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من بني إسرائيل، وأهلك الله فرعون ومن معه من الكافرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أو نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر المسلمين بصيامه. صام سنة واحدة وجوبا. ثم في السنة الثانية فرض رمضان. فلما فرض رمضان أصبح صيام عاشوراء سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يصوم يصوم، ومن أحب من لا يلزم، بعد أن فرض الله علينا صيام شهر رمضان. هذا اليوم اللي هو يوم عاشوراء، قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم تمنى على المسلمين أن يخالفوا اليهود وأن يصوموا معه يوما قبله أو يوما بعده، وتمنى أن يكون اليوم هو 9. فقال صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن 9، يعني مع العاشر. فبقي صومه سنة ونسخ وجوبه. ثم بين صلى الله عليه وسلم فضله، فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، وهذا حديث صحيح، أن يكفر السنة، يعني صيام يوم يكفر الله تعالى به أعمال أو ذنوب سنة. وهذه من الخيرات العظيمة التي داخلة في قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. يقول ابن عباس الكوثر الخير كثير، ومن هذا العمل القليل صيام يوم يغفر الله به أعمال سنة. نعم.